تخيل كده تبقى في خدمتك العسكرية بالليل ويطلع عليك من العدم شخص اسود ويسلم عليك، ولكن في لحظة بيختفي قدامك علشان تكتشف بعد كده انه جن اسمه الطنطل وعايز يأذيك. مادام قلنا الطنطل يبقى هنروح على العراق. اكسبلور ويلا نبدأ. شاب كانت أول ليلة ليه في الخدمة العسكرية وكان قاعد لوحده وبيراقب المكان كويس جدا، ولكن فجأة ظهر قدامه من العدم عسكري أسود ولكن بزي مختلف. رفع إيده وسلم على الشاب بسلام المسلمين. الشاب رد عليه وقال له وعليكم السلام ورحمة الله. لف العسكري الأسود ده وبص له بصة مرعبة وقال له تاني مرة لا تعيدها. الشاب بيقول أنا لسه بقول له أنا برد عليك عادي، ولكنه اتفاجئ إن العسكري الأسود ده بيتلاشى قدامه وبيختفي. الشاب وقف مرعوب وحاول يقنع نفسه ان هو بيتخيل، ولكن يرجع العسكري الاسود تاني ويعدي من قدامه ويرمي السلام. الشاب خاف يرد عليه السلام زي المره اللي فاتت فقال له هلا والله ارحب. وقتها العسكري الاسود ضحك ضحكه طويله جدا واختفى، وفجاه الشاب سمعه بينده عليه من بعيد وبيقول له تعالى. الشاب قال له انت مين يا عم وعايز ايه؟ انا مش هجيلك. العسكري الاسود قال له لو ما جيتش انا هلعب بيك لعب. وسمع صوت رجل جاي عليه بسرعه جدا. الشاب جري ودخل مكان الراحه بتاع الخدمه وصحى زميله ده كان قديم شويه في المكان، فساله مالك في ايه؟ فحكى له عن قصه العسكري الاسود. زميله قام وهو قلقان جدا وقفل الباب كويس وبدأ يشغل قرآن وقال له ما تخافش، هو بيحب يستهزأ بالعساكر الجداد، بس لما نادلك كده كان عايز يأذيك او يقتلك. الشاب قال له هو ده ايه اصلا؟ قال له ده الطنطل وبيجي لكل عسكري جديد اول ليله، يعني ما تخافش مش هيظهر لك تاني، ولكن لحد ما الليله دي تنتهي الله اعلم هيعمل فينا ايه. وبالفعل طول الليله كان بيحدف عليهم حجاره وخشب وبيرعبهم بصوته. وكده خلصنا واللي جاي احسن. لو كنت نايم بالليل وحسيت فجاه انك بتتكتف جامد فما انصحكش ابدا انك تفتح عينك. شاب باعت وبيقول لي من كام يوم قبل رمضان حصل معايا موقف مرعب جدا. بدأ معايا من وانا لسه صاحي قبل ما ادخل انام. كان في تقل غريب في نفسي وانا ماشي كنت حاسس ان في حد ماشي ورايا. كنت خايف جدا بس اللي كان مطمني ان ما كنتش بلاقي حد، لحد ما دخلت انام حوالي الساعه 2 بالليل. بعد لحظات بسيطه بدات اروح في النوم، وساعتها كانت بدايه الرعب الحقيقي. بدات احس بتنميل غريب في رجلي وبدا يمشي في ايدي وفي صدري، وكأن في حد قاعد على صدري من فوق. في الوقت ده انا كنت مرعوب جدا وخايف افتح عيني، ولكن اول ما حسيت بنفس على وشي فتحت عيني. ووقتها كانت الصدمة. لقيت كائن شكله مرعب جدا قاعد عليا. كانت عينه بيضة ومدورة وجسمه أشبه بالهيكل العظمي، وإيده كانت طويلة جدا وملفوفة على جسمه كله. أول ما شفته اترعبت جدا وفضلت أصرخ على اخواتي اللي نايمين معايا في الأوضة، ولكن الغريب إن محدش فيهم كان سامعني أبدا. والكائن ده فضل يضغط عليا اكتر ويبتسم لدرجة ان خلاص كان فاضل لي لحظات بسيطة واموت في ايده، ولكن لسبب ما لقيته فجأة اختفى من عليا وبدأ جسمي يفك واحدة واحدة. ولما قرأت عنه عرفت انه الجاسوم، وفي اللي بيقول عليه من الجن وناس تانية بتقول ان هي حالة مرضية. بس ايا يكن لازم هيجي لكل شخص اتولد في العالم، يعني لو مجالكش اكيد هيجيلك. وبس كده. لو عندك ابن او طفل صغير في البيت وقال لك حاجة مرعبة اوعى تستهون بيها، لان في اوقات كتير الاطفال الصغيرة بيكونوا شايفين حاجة انت مش شايفها. صاحب القصة بيقول في يوم كنت قاعد انا وابن عمي الصغير، فلقيته ماسك القلم ولوحة رسم وعمال يشخبط عليها، وبعد ما خلص وبصيت على اللوحة ما فهمتش اي حاجة من الرسمة. فسألته وقلت له انت كنت بترسم ايه؟ بصلي وهو بيبرق بشكل مخيف جدا وقال لي بصوت واطي دي رسمة ست مشنوقة ومتعلقة في السقف. قلت له وانا ببلع ريقي من الخوف طيب وانت ليه رسمتها يا محمد؟ رد عليا رد صعقني حرفيا، قال لي لانها جايالك دلوقتي فحاول تهرب باقصى سرعه. هو قال لي كده ولقيت نفسي بفتح عيني وانا على السرير، وساعتها اكتشفت ان كل اللي حصل ده كان كابوس مرعب. وبعد ما فقت كده وعلشان اطمن اكتر كلمت محمد ابن عمي، وبالفعل لما كلمته كان طبيعي جدا وزي الفل، واتكلمنا على قد ما اتكلمنا وبعد كده ودعته. ولكن قبل ما اقفل قال لي حاجه لسه فاكرها لحد دلوقتي. قال لي ست مشنوقه معلقه في السقف جايالك دلوقتي. وبعد كده قعد يضحك بشكل غريب ويقول لي بهزر معاك. ورغم ان الموضوع ده عدى عليه سنين الا اني لحد النهارده مش قادر افهم ده كان ايه وازاي اصلا الموضوع ده حصل. وبس كده. زمان من حوالي 50 سنة مثلا جدتي دخلت تلعب في المقابر وحصل معاها موقف مرعب جدا. في اول خميس في شهر رجب الناس بتروح المقابر وتخلي اليوم ده كانه عيد، وبيفرقوا قرص رحمه واكل وحاجات من دي. فكانت اليوم ده جدتي بتروحه هي واخواتها، وكانوا في الوقت ده لسه عيال صغيره بيفرقوا القرص مع الناس ويفضلوا يلعبوا. ووقت ما الناس بتمشي كانوا بياخدوا بعضهم وبيمشوا معاهم. ولكن في اليوم ده جدتي واخواتها الوقت سرقهم وما خدوش بالهم ان الناس بدات تمشي، وفضلوا يلعبوا لبعد المغرب وما فاقوش غير لما الدنيا ليلت. بيبصوا حواليهم ما لقيوش اي
اي حد غيرهم، فاتحركوا بسرعه علشان يمشوا. 3 بنات معهمش راجل ولا حد كبير في التراب بعد المغرب، فتخيل احساسهم كان عامل ازاي. فضلوا ماشيين لحد ما خلاص كانوا قربوا يطلعوا من التراب، بس قبل اخر شارعين من التراب حصل موقف مرعب جدا. لقوا جاموسه خارجه من المقابر وجايه عليهم، كانت لونها اسود وشكلها وحش جدا، ما كانتش شبه اي جاموسه هم شافوها قبل كده. فجدتي واخواتها وقفوا في جنب علشان الجاموسه تعدي وما تجيش عليهم، بس الغريب ان الجاموسه كمان وقفت وكانت مركزه معاهم بشكل غريب. فجربوا يتحركوا خطوه كده، لقوها بتتحرك معاهم، يثبتوا ترجع تثبت. فواحده من اخوات جدتي شالت طوبه من على الارض وضربتها عليها، ويا ريتها ما عملت كده. الجاموسه اول ما الطوبه جت عليها فضلت تكبر لحد ما بقت قد بيت دورين، واتاكدوا في الوقت ده انها شيطان، وجت باقصى سرعه تجري عليهم. وقبل ما تدوس عليهم ظهر من نفس المكان اللي خرجت منه شخص بعصايه، وكان لابس ابيض في ابيض وما بيتكلمش، ووقف قدام الجاموسه وفضل يشاور لها على جدتي واخواتها، وعمل لها كده عيال صغيره يعني. فسابتهم ومشيت ودخلت معاها التراب، وفضلت تعمل اصوات غريبه قوي، اصوات كده وكانها بتصرخ من الغضب. ودخل الراجل وراها واختفوا الاتنين قدام عيون جدتي واخواتها. ففي النهايه ربنا يرحم جدتي وبس كده. تخيل كده تبقى سواق اسعاف في مستشفى، ويكون حظك ان العربيه اللي معاك دي مسكونه بالجن. اكسبلور ويلا نبدأ. صاحب القصة بيقول أنا شغال سواق إسعاف في واحدة من المستشفيات الخاصة، والمستشفى دي عندهم عربية إسعاف مسكونة، ومن أول يوم اشتغلت فيه وأنا بسمع عنها قصص مرعبة جدا، بس أنا ما بشغلش بالي بمواضيع الجن دي، أو بمعنى أصح ما بصدقهاش، لحد ما جه اليوم اللي جربت فيه العربية. في ليلة كنا شغالين أنا وصديقي المسعف في وردية مسائية، وكنا موجودين في منطقة ريفية من المناطق النائية، وكانت الساعة 3 بالليل والظلام مالي المكان. فقلنا ننام أنا وصديقي المسعف في قلب العربية، أنا على كرسي السواق وهو على الكرسي اللي جنبي. أول ما عيني راحت في النوم قمت بعديها على طول على صوت حد بيتكلم كان مكتوم قوي ومش واضح، ففكرت صاحبي المسعف هو اللي كان بيكلم حد من أهله في التليفون، فقلت له وأنا مغمض عيني خلص يا ابني بقى وما تطولش علشان أنا عايز أنام. وفجأة الصوت المكتوم ده بقى صوت واضح جدا، حد بيقول انا بموت، انا مش قادر اتنفس، انا روحي بتطلع. قمت وقتها انا وزميلي من النوم مفزوعين، لان الصوت اللي كان بيتكلم ده لا هو صوتي ولا صوته، ومفيش حد غيرنا اصلا جوه العربيه. بصيت انا وزميلي كده في الجزء الخلفي اللي بننقل فيه المرضى، لان الصوت اللي احنا كنا سامعينه كان جاي من المكان ده، ولكننا ما لقيناش حد. قلنا برضو ننزل ونتاكد ونفتح الباب الخلفي ونبص كويس، ولكن برضو ما لقيناش حد. فقفلنا الباب تاني ورجعنا اماكننا واحنا متوترين، وبعد ثواني بدأنا نسمع صوت ضغط على انبوبة الاكسجين، وكأن حد قاعد وبيتعمل له تنفس في العربية. ومن يمة تانية سمعنا تسريب في اسطوانة الغاز، فشغلت بسرعة كل انوار العربية ونور تليفوني كمان، ونزلت انا وزميلي للمرة التانية فتحنا الباب الخلفي علشان نطمن اكتر على اسطوانة الغاز، لانك اكيد عارف الاسطوانة دي لو طلعت بتسرب بجد ايه كم المشاكل اللي ممكن تحصل. ولكن الغريب لما فتحنا علشان نطمن لقينا كل شيء طبيعي وما كانش فيه اي تسريب. لسه هقفل الباب لقيت فجأة كل انوار العربية انطفت ونور تليفوني كمان، وصوت ضحك عالي ومرعب ملا العربية، ومرة واحدة الباب اترزع في وشنا. وقتها انا وزميلي سيبنا العربية وطلعنا نجري، وبيتنا الليلة دي في كافيتيريا خاصة بالمستشفى. واول ما طلع النهار لقيت واحد صاحبي بيصحيني وبيقول لي ايه اللي منيمكم كده، فحكيت له على كل اللي حصل من طقطق لسلام عليكم. فضل يضحك علينا ويقول لنا هو جالكم؟ قلت له هو مين ده؟ قال لي ده كان شخص مريض بالربو، وكنا ناقلينه بالعربية دي ومات مننا في الطريق. ومن وقتها يا سيدي وقرينه ما سابش العربية، وبيسبب الرعب لأي حد ينام فيها بالليل. يعني طول الليلة اللي فاتت دي نايم أنا وزميلي وتلتنا شبح، بجد شيء مرعب.